ورحمة الله وبركاته حبايبنا. اليوم غدانا مرقة الباقلة الحمراء، وراح نوافيكم بالخطوات بعد ما نفلس الباقلة إن شاء الله. حبايبنا هسه فلسنا الباقلة وراح نوافيكم بالخطوات إن شاء الله بعد ما خلينا اللحم على النار بعد ما ينسلق، وإن شاء الله نراويكم الخطوات تاعي. بعد ما سلقنا اللحم وحمصناه راح نضيف المواد. تسليكة سلقة بسيطة لين وراها فور. هاي الزفرة لازم نشيلها حبيبات. نسلق اللحم جيدا ونضيف له المواد. سلقناها نشفناها من المي وراح نخليها على اللحم. هسه خلينا اللحم والزيتون والنومي بعد ما خلينا فرقعناه حطينا البصل عليه، خلينا المواد عليها الباقي. راح نضيف الباقلة بعد ما سلقناها. وبعدين راح نضيف الباقلة ضفنا الباقلة بعد ما سلقناها في المواد. بنحركها نخاف نهرس تاخذ شوي لتحة ونخلي المعجون بعد ما ضفنا المواد. ضفنا الفلفل والبهارات والملح راح نضيف المعجون. راح نتركها على نار عالية. بعد ما ضفنا المعجون نتركه على نار عالية على مود ينطبخ جيد. حبايبي بالنسبة للماجي راح أخلي لكم هذا الماجي الباودر. ملاحظة الماجي الباودر أفضل من الماجي المربعات، أو مو بس أفضل، الماجي المربعات تتركوه خالص لأن بيه مواد مسرطنة، هذا أفضل والوزن أفضل الكل. يعني تشتروه من العشاب الوزن ينطوه كل الزين، يعني حتى أفضل من هذا. مرقتنا مرقة الباقلة الحمد لله استوت وراح نحضركم. هاي مرقتنا مرقة الباقلة الحمراء. هاي حبايبنا. حبايب ملاحظة كلش مهمة، الباقلة تحب الموعان الترافة، يعني ما تحب تكون صلبة قوية، حالها حال القيمة، تعطي نكهة كلش طيبة. غدانا جهز وسهمكم العافية.